سنة 2026 جاية علينا بموبايلات شيك جدا جدا جدا، ومن الموبايلات الشيك اللي موجودة في 2026 معانا النهارده موبايل منهم، موبايل قوي جدا وشيك جدا، وكمان ملقب بأقوى كاميرات موجودة في العالم حاليا. رحبوا معايا بالموبايل الفيفو اكس 300 برو، والمفاجأة اللي انا هقولها لك في أول الفيديو بتاع النهارده إن الموبايل ده هو الموبايل الوحيد اللي من سلسلة الاكس اللي هينزل بشكل رسمي في مصر، فهتقدر ان انت تشتريه بشكل رسمي وبمنتهى السهولة من غير ما يحصل لك أي حاجة. ولو انت ما تعرفش سلسلة الاكس من فيفو فهي دايما بتبقى سلسلة قوية وبيبقى فيها امكانيات جباره زي ما انت ما هتشوف دلوقتي في الفيديو ده. بس قبل ما نبدا ما تنسانيش باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيب لك فيديوهاتنا كلها اول باول، ويلا بينا نبدا على طول. سلسله الاكس دي دايما بيبقى اكتر حاجه مبهره فيها هي الكاميرات، بتطلع صور دايما ممتازه جدا وحلوه قوي. بس خلينا الاول احنا نبدا بالترتيب بتاعنا اللي احنا متعودين عليه على طول. نتكلم الاول على التصميم، والموبايل بيجي لك بتصميم من الزجاج والاطار بتاعه من الالومنيوم، والموبايل مقاوم للميه والغبار بمعيار الاي بي 68 و 69، بيدعم الان اف سي والاي ار بلاستر والكلام ده كله. مالك الجميل ايه صغننه. والموبايل بيدعم خاصيه ال 5 جي، ولو بصيت على جوانب الموبايل هتلاقي ان في زرار زياده تقدر ان انت تبرمجه على اي حاجه انت عايزها. والموبايل بيجي بلونين، الاسود والبني، واللونين الصراحه شكلهم حلو قوي. الموبايل بيجي معاه في العلبه رش شاحن بقدره 90 واط وسلك الشاحن ودبوس وجراب شفاف. تعال نتكلم برضو عن شاشه الموبايل اللي موجوده هنا، وهي شاشه ال تي بي او اموليد، وفي فرق ما بين الاموليد والسوبر اموليد والال تي بي او اموليد. الاموليد اقل حاجه، السوبر اموليد اعلى، ال تي بي او اعلى بكتير. والشاشه هنا كمان بيجي لك ب 1.5 كي مش فول اتش دي بلس، 6.78 بوصه، 452 بكسل لكل بوصه، مع ريفريش ريت 120 هرتز، وسطوع الشاشه بيوصل لغايه ال 4500 نيتس. هو مش اعلى سطوع عامه، ولكن كمان البيك بتاعه بيوصل لغايه ال 2600، مع طبقه حمايه ارمور جلاس، ومستشعر بصمه موجود داخل الشاشه من التراسونيك سريع جدا وما بيغلطش. فهي شاشه كامله متكامله من كل حته، والصراحه هي ممتازه جدا. الحاجه الوحيده اللي ممكن نقول عليها ان هي مش احلى حاجه هو ان هنا السطوع بتاع الشاشه فيه منه اعلى شويه، ممكن تلاقيه في الفئه بتاعته. الموبايل بيجي منه نسخه واحده بس 512 جيجا، بيجي لك بسعه 16 جيجا رام، ونوع الذاكره هنا هو يو اف اس 4.1، وبيجي لك من نوع الرامات ال دي دي ار 5 اكس. والموبايل هنا ما بيدعمش ذاكره تخزين خارجيه. تعال بقى نتكلم برضو عن المعالج القوي اللي موجود في الموبايل هنا، وهو الدايمنستي 9500 بتكنولوجيا ال 3 نانومتر، وكمان بيجي لك بالمعالج الرسومي القوي وهو الارم جي 1 الترا. ده نفس المعالج اللي موجود في موبايل الاوبو فايند اكس 9 برو. نظام التشغيل هنا او اس 6 مع اندرويد 16، بيجي لك بكل حاجه حديثه، والموبايل هنا حرفيا صاروخي سريع جدا وما بيغلطش، والسوفت وير الصراحه برضو فيه اوبشنات كويسه قوي. وتجربه السكرولنج والتنقل ما بين التطبيقات لذيذه جدا الى ابعد الحدود في الموبايل ده، مع دعم التحديثات لمده 5 سنين في الموبايل كمان. يعني انت هنا عندك 16 المفروض هيجي لك 17 و18 و19 و20 و21 كمان. وطبعا الموبايل هنا يقدر يشغل لك كل الالعاب اللي انت عايزها على اعلى الاعدادات زي ما انت عايز. تعال برضه نتكلم عن الكاميرات اللي موجوده هنا. والكاميرا السيلفي الاولى اللي معانا هي 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0 اكيد يعني. والكاميرات الخلفيه عندك منهم 3 كاميرات، اول واحده 50 ميجا بكسل وبيجي لك بمستشعر من شركه سوني، وبتيجي لك بفتحه عدسه اف 1.6، وفيها كمان دعم المثبت البصري الاو اي اس. اما الكاميرا الثانيه بقى فهي الكاميرا القويه جدا اللي معانا، وهي الكاميرا اللي بتيجي ب 200 ميجا بكسل. الكاميرا بتجي لك بفتحه عدسه اف 2.7، وكمان بيجي لك من مستشعر بقى مش من شركه سوني، لا هنا من سامسونج، هي عامله خلطه بيضه بالصلصه. وبرده فيها الدعم المثبت البصري الاو اي اس، ودي كاميرا مخصصه للتليفوتو، وبيقدر انه يعمل لغايه 3.7 اكس زوم حقيقيين، ويقدر كمان يوصل لغايه ال 100 اكس زوم ديجيتال. والكاميرا الثالثه هي عامله زي نفس الكاميرا الاولى 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0، ودي كاميرا مخصصه للالترا وايد، وكمان الموبايل معاه فلاش. الموبايل كمان بيدعم التصوير ال 8K 30 فريم، وبيدعم ال 4K لغايه ال 120 فريم. والموبايل من الكمالات بتاعته ان هو هنا في مايك عزل الضوضاء، وكمان السماعات بتاعته ستيريو وقويه جدا، والتسارع والتقارب والجيروسكوب والبوصله كلهم موجودين في الموبايل هاردوير. الموبايل تجربه التصوير هنا الصراحه في حته ثانيه خالص، الالوان بتبقى ممتازه، تجربه الزوم كمان ما بتخسرش كواليتي خالص. الصور هنا فعلا بتوصل لغايه الزوم اللي هم قايلين عليه 3.7 زوم، وبتاخد الكواليتي بتاعتها مظبوطه بالظبط. والالوان الصراحه بتاعت الموبايل هنا انت مش محتاج ان انت تروح تعمل عليها اديت، انت بتاخدها على طول وتنزلها على السوشيال ميديا عادي، مش محتاج منك اديت على طول. الصور بتطلع ممتازه جدا، وفعلا الموبايل ده المفروض ان هو جاي علشان يشوف المقارنه ما بينه وبين الايفون 17 برو ماكس. الموبايل هنا ممكن نتفوق عليه في الالوان. طبعا هنا بقى الفرق في حوار الكاميرات، لما تلاقي ان في كاميرات قويه قوي، الفرق هنا ممكن بقى ان هو تنحاز على الالوان او السكين تون بتاع كل كاميرا. السكين تون بتاع الايفون الصراحه لا يعلى عليه دايما بالنسبه لي، ولكن الموبايل ده يقدر ان هو ينافس بشكل كبير، لان هو بيطلع كواليتي ممتازه جدا جدا جدا. ودي المفروض ان حاجه موبايل لازم يعملها، لان الموبايل مش رخيص تماما، لا احنا بنتكلم عن موبايل يعتبر فلاج شيب، او هو فلاج شيب اصلا. والصراحه التصوير سواء بقى في السيلفي ولا الكاميرا العاديه ولا الكاميرا اللي 200 ميجا بكسل ولا الكاميرا الالترا وايد، كل التصوير الصراحه هنا الثلاث كاميرات والاربع كاميرات عامه ممتازين جدا، بيطلعوا صور حلوه قوي. والسكين تون بتاع الكاميرا السيلفي كمان جميل جدا. الصراحه انا ما عنديش اي تعليق اقوله غير في الكاميرا دي، غير ان هي تاخد 10 من 10 بجداره. والموبايل هنا كمان مزود ببطاريه 6150 ملي امبير، كويسه وجميله. طبعا احنا دلوقتي بقينا بنشوف ارقام خزعبليه في البطاريات، ولكن طبعا ستيل لغايه دلوقتي معظم الموبايلات بقت بتيجي بال 6000 و 7000. ده غير كمان ان الموبايل بيجي لك بسرعه شاحن 90 واط
واط جوه العلبه، فالموبايل هيشحن معاك طلقه اقل من الساعه ونص. والموبايل كمان بيشحن شحن عكسي، وكمان بيشحن شحن لاسلكي لقدره 40 واط، ودي سرعه شحن لاسلكي اعلى من الايفون 17 برو ماكس والسامسونج كمان. ولكن لازم نبقى برضو عارفين ان دي مش افضل اداء للبطاريه، في بطاريه اعلى منه موجوده في نفس الفئه بتاعته، ودي تصنف من العيوب بتاعته. الموبايل برضو من العيوب بتاعته الثانيه ان الموبايل عشان جاي من معالج من ميديا تك، فالميديا تك دايما بتبقى قويه جدا في الالعاب، وبتيجي تجيب لك تجربه ممتازه جدا. وطبعا بالاخص كمان نيجي نتكلم عن الالعاب، المعالج هنا هيقدر يشغلك اي حاجه انت عايزها على اعلى فريمات 120 فريم زي ما انت عايز بارتياح جدا. ولكن ميديا تك دايما بيبقى عندها مشكله في بعض السخونه اللي بتبقى موجوده في الموبايل. هتاخد بالك من ان في سخونه ملحوظه في الموبايل، مش من اول لعبه مثلا او اول جيم هتخشه هيسخن، لا لما تضغط عليه شويه هتلاقيه سخن. والموبايل زي ما انا قلت لك ان هو هيقدر يوصل مصر، وكمان تقدر انت تجيبه من عن طريق دبي فون، لان هم الناس دي متوفر عندهم الموبايل حاليا. وسعر النسخه 512 16 جيجا رام بيجي لك ب 60000 جنيه، وطبعا بضمان محلي. وبس كده. اكتب لي تحت في الكومنتات ايه رايك في الموبايل، هل فعلا الموبايل فعلا يستحق ليه السعر بتاعه، وهل هو الموبايل فلاج شيب والكاميرات بتاعته بتنافس بالفعل ولا لا، هل في موبايل تاني احسن منه في الكاميرات، وهل في اصلا كمان موبايل تاني بيتفوق على كل حاجه، بطاريه ومعالج وشاشه وكاميرات والكلام ده كله. اكتب تحت برضه في الكومنتات هرد عليك ان شاء الله، واستنوا فيديوهات كتير ان شاء الله، وفي امان الله.